طبعا الدنيا دار امتحان ودار اختبار، والآخرة دار القرار. فعلينا بالدنيا، في هذه الدنيا، أن نطيع الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إليه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، لم يخلقنا لنلهو ونلعب، وإنما خلقنا للعبادة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما ننسى نصيبنا من الدنيا، نلعب طوبة، نطلع نتونس، بس شنو؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. عليك أن تصلي الصلوات الخمس في وقتها، وأن تصاحب الأخيار، وأن تصاحب كل ذي يعني اللي يفعلون الخير تصاحبهم. وعليك بالالتزام بأوقات الصلاة في كل وقت. يعني إذا أذن العصر تروح للصلاة، إذا أذن الظهر تروح للصلاة، الفجر، وهذه الطامة الكبرى اللي كلنا حتى احنا يعني سبحان الله مقصرين بها. صلاة الفجر، صلاة الفجر، صلاة الفجر، صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين في جماعة كان في ذمة الله. واسمع إلى هذه القصة. في هذا الزمان طبعا يقول واحد من الشباب قال للوالدة: قعدني على صلاة الفجر. قال له: إذا ما قعدتك على صلاة الفجر، قال له: ما أذهب إلى المدرسة. طبعا هاي قصة حقيقية وواقعية. فإيش قال له؟ قال له: إذا ما قعدتني على صلاة الفجر ما أروح للمدرسة. فالوالد إيش قال؟ قال: هذا حماس الصبيان. جاء قعده على الدراسة. قال له: ليش ما قعدتني على صلاة الفجر؟ قال له: إن شاء الله أقعدك غير وقت. فما راح للمدرسة، حلف أنه ما يروح للمدرسة. فكان عنده في اليوم اللي غاب بيه عنده واجب. فثاني يوم جاء أبوه، ليس خوفا على دراستي، ولكن ليس خوفا على صلاتي، ولكن خوفا على دراستي. قال له: قوم يا بني صلي الفجر. قعد على صلاة الفجر وراح صلى الفجر ورجع. قال الأبو: قال: يا أبتي أنا اليوم في ذمة الله؟ قال: نعم، أنت اليوم في ذمة الله. ذهب الطالب إلى المدرسة، فكان غايب هو بذاك اليوم وكان عنده واجب. جاء المدرس قال: من أتى بالواجب؟ فجاء الطلاب ضربهم واحد واحد، اللي ما جايين الواجب، يعني اللي ما كاتبين. جاء هذا الطالب قال: أما أنا فلن تستطيع أن تضربني. قال: ولما تتجرأ على مدرس؟ حالك حال الصبيان. قال: أما أنا فلن تستطيع أن تضربني. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، وأنا اليوم في ذمة الله، تريد أن تضربني؟ اضربني. فقال: صدقت، أنت اليوم في ذمة الله ولن أضربك في هذا اليوم. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. حياك الله.